السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. بإذن الله كده هعمل معاكم الفتة المصرية الجميلة بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده طبعا كان من أيام العيد، وأنا طبعا ما كنتش لسه نزلته كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي حلة على النار، هنزل بمعلقة سمنة. طبعا عندي التوم بتاعي في الفريزر مفرزاه، هطلع كده مكعب اهو. طبعا هيفك طبعا بسرعة عشان السمنة سخنة. انا كده يا جماعه بعمل اول حاجه بعمل الصلصه بتاعه الفته. وطبعا في الحله اللي قدامكم ديت، بصوا الحركه دي الاول. بنزل بالخل، وبعد كده بنزل بالطماطم الجميله المتصفيه دي. طبعا الحله اللي قدامكم ديت فيها لحمه يا جماعه، طبخه لحمه كده عشان اعمل بيها الفته الجميله بتاعتكم. وطبعا على حله تانية كنت خلاص عملت حبه رز كده. طبعا الرز مش محتاج ان انا اصوره معاكم. شويه رز ابيض كده حلوين، من غير ما تحمصي شعريه. هو رز ابيض كده حلو مسلوق، بس كانت ريحته حلوه قوي. وطبعا عندي عيش فلاحي، وادي اللحمه زي ما انا قلت لكم اللحمه هيت. والصلصه كمان بدات تغلي وخلاص. ما خدش مني وقت وخلصت كل حاجه. ما فيش حاجه خدت مني وقت عشان ايه الفيديو ما يطولش معاكم. يلا نشوف بقى هنعمل ايه بقى. ونكسر العيش ونشوف هنعمل ايه. وطبعا لازم احمر اللحمه اللي انتوا شايفيها، هطلعها كده وبحته سمنه احمرها عشان احطها في وش الطبق كده الجميل بتاعنا عشان يفتح نفسنا كده. خلاص كده زي ما انتوا شايفين السمنه ساحت. هنزل كده باللحمه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله كده يا جماعه. يا رب الفيديو ده يعجبكم كده، تسمعوا الفيديو الاخر. بصراحه طريقتي حلوه قوي. لو عجبتكم الطريقه بتاعتي يا ريت ما تنسونيش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. طبعا بقى هنا عندي عيش الفلاح الجميل. ونوح كان داخل بقى كل شويه يقول لي جعان ومش صابر. كسرت كده حوالي 4 5 عيش كده، العيش الفلاح الجميل بتاعنا. طبعا هبله بقى بالشوربه كده، هنزل عليه بالشوربه الاول. بصوا هنا انا حطيت حته الخرقه دي يا جماعه عشان خاطر العين كانت سخنه مكان الصلصه، وخفت على الطبق الجميل دوت يبوظ. فانا جبت كده الخرقه ديت وحطيتها كده. بصوا هنا ببل العيش كده، بنزل عليه بالشوربه. وبعد ما بحس ان هو خلاص كله طرى كده، بروح ايه انزل بالرز بتاعنا الجميل. وخلاص انا كنت خلاص حمرت اللحمه الحلوه وكمان فلفلتها كده بالملح والفلفل. بصوا كله اتبل اهوت، العيش كله مبل. هنزل بقى كده بالرز اللي انا عملته، الرز المسلوق اهو. كانت ريحته حلوه قوي. اي نعم هو رز مسلوق بس كانت ريحته حلوه جدا. آم، اطلعوا بره، اطلعوا. حاضر. ما فين خالتي بقى؟ هناك فين حد؟ في الاوضه قاعده. اوزع كده يا جماعه، وزعي كده بقى الرز بتاعك. لسه كمان كنت محتاجه رز. حط الرز يعني على حسب ما انتوا بتحبوا الرز اكتر او العيش اكتر تحطيه. انا بصراحه في الفته المصريه ديت انا بحب الرز على الصلصه كده، بحب الرز اكتر يعني. هنزل بقى، شايفين الصلصه لونها حلو قوي ازاي؟ طبعا صلصه التوم والخل يا جماعه بتبقى ريحتها حلوه قوي. طبعا متنسوش بقى تتبليها بالكمون والفلفل والملح بتاعنا، بس ما بنحطش اي اضافات تانية. كفايه الشوربه والاضافات اللي في الشوربه مخليه ريحه اللحمه جميله وريحه الشوربه جميله. وخلاص كده كنت خلاص حمرته وعملت اهوت.
بنزل كده على اللحمة، بنزل باللحمة كده في نص الطبق. وطبعا ما تنسوش بقى الصوص اللي بينزل من اللحمة دوت بيدي طعم حلو كده على الصلصة وعلى الرز بتاعنا الجميل. وبألف هنا وشفا على قلبنا. واليوم دوت كنا مستعجلين بصراحة، كنا جعانين جدا وعملت الاكل بسرعة بسرعة كده، والحمد لله يعني الاكلة طلعت جميلة وعجبت الولاد. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة، معلش الفيديو ده جه متأخر، وكل سنة وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو اخر، مع الف سلامة.